الحوايج أو المختوم هو طبق حلو من المطبخ الفلسطيني التراثي. كنت كلش حابة أجربه وقلت لازم أشارككم بيه لأن وصفة رائعة من حيث القيمة الغذائية والطعم. طاوة على نار ناصية خليت ثلث جلاس من اللوز، الفستق الحلبي والجازو، بعدين ضفت لهم ثلث جلاس من السمسم وحبة البركة، وخليت نص جلاس من الجوز. المطيبات هي خاشوقة من اليانسون، حبة حلوة، ونص خاشوقة من الدارسين، ويضيفون كزبرة يابسة هم بس أنا ما أحبها. جدر خليت 3/4 كوب من زيت الزيتون، وكوب وربع من دبس التمر، وخلطتهم لحد ما صار بيها فقاعات، وضفت عليهم كوبين من التمر المفلس والمقطع، ومن ثخنوا شوية ضفت المكسرات المحمصة، وظليت أخوط بيها مدة 5 دقايق، وبشيشة نظيفة وناشفة احتفظت بيها ورا ما بردت، وبس بالعافية.